بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول إعدادي، إن شاء الله هندرس لكم إن شاء الله مادة الرياضيات. معكم مستر عمر تمام. إن شاء الله المادة حلوة وجميلة وسهلة بإذن الله. ما تكلكعش نفسك وما تعقدش نفسك. المادة بسيطة جدا وهتحبوها إن شاء الله. نمشي مع بعض خطوات واحدة واحدة بإذن الله تعالى. إن شاء الله هنبدأ الصف الأول الإعدادي معاكم إن شاء الله. أبنائي طلبة الصف الأول الإعدادي، عندنا أول درس في المنهج اسمه التناسب. طيب، التناسب خدته في المرحلة الابتدائية قبل كده، مش جديد عليك. هنشرح يعني ايه كلمة تناسب. عشان نشرح التناسب ليه مفهوم، هو تساوي نسبتين أو معدلين على الأقل. تساوي نسبتين أو معدلين على الأقل. طب عشان نشرح يعني إيه تناسب لازم نفهم التعريف حبايبي. يعني إيه نسبة الأول؟ النسبة هي مقارنة ما بين كميتين من نفس النوع. مقارنة ما بين كميتين من نفس إيه؟ النوع. لو بصينا كده مع بعض تعريف النسبة سريعا: إحدى طرق المقارنة بين كميتين من نفس النوع. يعني مثلا إيه؟ وزن، أقارن ما بينك وما بين زميلك في الوزن. أقارن ما بين زميلك وزميلك في الطول. تمام؟ ما ينفعش اقارن ما بين وزن وطول، دي مش ما اسمهاش نسبه. امال عشان اقارن ما بين وزن وطول دي بقى اسمه المعدل. المعدل في التعريف بتاع التناسب ويقصد بالمعدل هو مقارنه ما بين كميتين بس مش من نفس النوع. زي ما اقارن ايه كده، مثال اهو قدامك 120 كيلو متر على 3 ساعات، كيلو على ساعه. لما اقارن حاجتين مش من نفس النوع دي اسمها معدل. لكن لو قارنت حبايبي حاجتين من نفس النوع دي اسمها ايه؟ نسبة. وهنلاحظ حاجة في النسبة ما بنكتبش تمييز لأنها من نفس النوع، لكن في المعدل بنكتب الايه؟ التمييز، لأن النوع هنا مختلف. طيب نرجع للتعريف بقى بتاعنا بعد ما عرفنا يعني ايه نسبة ويعني ايه معدل. طيب التناسب بقى، يعني ايه تناسب بقى حبايبي؟ تناسب قلنا هو مقارنة ما بين كميتين نسبتين أو معدلين. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي بالراحه نسبه اسمها 9 على 12 ونسبه ثانيه اسمها 3 على 4. هل النسبتين دول بيساووا بعض؟ بيساووا بعض. لو احنا اختصرناهم 9 على 12 دي هتطلع 3 على كام؟ على 4 لو حطيناها في ابسط صوره. يبقى التناسب يا حبايبي هو تساوي نسبتين او معدلين. يعني كسر يساوي كسر ده اسمه تناسب. لكن لو كسر لوحده 9 على 12 بس دي لوحدها اسمها نسبه، و3 على 4 دي اسمها نسبه. امتى اقول على ده اسمه تناسب؟ لو كسر بيساوي كسر. طب حبايبي هل 9 على 12 بتساوي 3 على 4؟ احنا لو اختصرنا على الثلاثه فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الاربعه. طب يا مستر انا ما بعرفش اختصر، هستخدم الاله. هقول 9 على 12 هلاقي الناتج بيساوي كام يا حبايبي؟ 3 على 4. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين، يعني من الاخر كده كسرين. كسر بيساوي كسر ده اسمه في الرياضه تناسب. ده معنى التناسب من الاخر. كسر بيساوي ايه؟ كسر. الكسرين دول ممكن تكون نسبة بتساوي نسبة أو معدل بيساوي معدل. برضك لازم المعدل لما اختصره يطلع نفس القيمة بتاعته. طيب حبيبي لاحظ معايا التناسب غير النسبة. النسبة بيبقوا عددين. النسبة بتكون ما بين كام عدد؟ عددين من نفس النوع. أما التناسب بيبقوا 4 أعداد على الأقل، ممكن يبقوا 6، ممكن يبقوا 8 أعداد زوجية. يعني مش شرط يبقوا كسرين بس بيساووا بعض، ممكن 3 كسور 4 كسور يساووا بعض. لو خدنا مثلا فرضنا أنا عندي 4 أعداد، بقول إيه؟ لو أنا عندي A و B و C و D دي بيسموها أعداد متناسبة. أعداد إيه؟ متناسبة. لما أجي أعبر عنها بعبر عنها بطريقتين. يبقى التناسب بتعبر عنه بكام طريقة؟ بطريقتين. الطريقة الأولانية يا حبايبي إن أنا أكتب أخدهم بالترتيب كده: A على B زي ما مكتوب قدامك بيساوي C على D. يبقى ال A على ال B بتساوي C على إيه؟ على D. حبيبي لو إحنا مثلا ممكن نكتبها بطريقة تانية، بدل ما هي شرطة كسر نعملها إلى، أو ال A إلى B بيساوي C إلى D. A إلى B بيساوي C إلى D. يبقى النسبة التناسب بكتب بكام طريقة؟ طريقتين. يا إما كسر بيساوي كسر، يا إما أحول الكسر ده إلى علامة إيه؟ إلى بدل كسر. ماشي يا شباب؟ طب هنلاحظ برضك حاجة. لما أقول A إلى B بتساوي C إلى D، لو أنت بصيت كده بيسموا ال A وال D
طرفي التناسب. بيسموا ليه طرف التناسب؟ قال لي عشان دول على الطرفين بتوع التناسب. اما السي والدي دول وسطي التناسب، بيسموهم وسطي التناسب. ليه يا شباب؟ عشان دول اللي في النص. لو نركز كده معايا تلاقي دول في النص ودول على الاطراف. يبقى اهو يسميان A و D بطرفي التناسب، ويسميان B و C بوسطي التناسب. ده تعريف التناسب. يبقى التناسب كده خلاصة الكلام معايا كده عشان ما تتوهش مني. التناسب عبارة عن نسبتين بيساووا بعض او معدلين او اكتر. يعني ايه اكتر؟ يعني ممكن يبقى 3 نسب بتساوي بعضها، 4 نسب، 5 نسب، وهكذا. ازاي بنكتب التناسب؟ بيتكتب بطريقتين. يا اما لو بس هو طبعا بيديك، هو بيقول لك A و B و C و D كميات متناسبه، فانت بتاخد بالترتيب تقول له A على B بيساوي C على D، او A الى B بيساوي C الى D. وقلنا نركز معايا ان الاي والبي، الاي والدي بيسميان طرفي عشان هم اللي على الاطراف، والبي بالسي، البي والسي بيسموا وسطي التناسب عشان هم اللي في النص. طيب نخش على بعض الامثله كده وبعض الملاحظات على الدرس. بعد ما عرفنا عن ايه تناسب، هنروح حبايبي حاجه اسمها خاصيه الضرب التبادلي. يعني ايه خاصيه الضرب التبادلي؟ الخاصيه دي بعرف منها، الخاصيه دي بستخدمها في ايه؟ ان انا بعرف منها هل الاعداد اللي عندي اللي هو مديها لي متناسبه ولا مش متناسبه. فبعمل ايه؟ بيديني هو طبعا كسرين، بشوف الكسرين دول، بعمل مقص، بضرب الاي في الدي والسي في البي اللي هو الطرفين والايه؟ والوسطين. لو انا لقيت حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الكميات دي اسمها كميات متناسبه. كميات متناسبه. نوضح كده بمثال عشان نفهمك بالراحه كده. بص يا حبيبي، حدد اي من الازواج النسب التاليه يمثل تناسبا. يعني مين في الازواج اللي قدامك دي بيمثل تناسبا؟ مديك في كل مثال نسبتين. طب انا اعرف منين هي متناسبه ولا مش متناسبه؟ هعمل طريقه المقص اللي هو الضرب التبادلي. هضرب الستة في 3 والاثنين في 9. طب 2 في 9 ب 18، و3 في 9 اسف 2 في 9 ب 18، و3 في 6 ب 18. طالما حاصل ضرب الطرفين طلع هو نفسه حاصل ضرب الوسطين، بقول على الكميات دي مالها متناسبه. المثال الثاني، هنضرب 3 في 20 و4 في 15 واشوف الناتج بتاعهم زي ما قدامنا كده حبايبي على السبوره. 3 في 20 ب 60 و4 في 15 ب 60، الاثنين طلعوا 60، ده يمثل ايه؟ تناسب. لو خدنا المثال اللي بعده اللي هو مثال رقم 3، هضرب 8 في 6 و4 في 18، هلاقي 4 في 18 ب 72 و6 في 8 ب 48. واحد برضك هيقول لي يا مستر انا في جدول الضرب مش حلو. اقول لك حبيبي مفيش مشكله، معاك الاله، امسك واضرب 4 في 18 والتك يساوي هيطلع لك 72، واضرب 6 في 8 هيطلع لك 48. يعني ممكن مشكله الضرب محلوله، استخدم الاله لو انت مش حافظ جدول الضرب. طيب ناخد امثله كده، حاول بنفسك، حضرتك هتشتغل معايا، هنشتغلوا مع بعض كده. حدد اي من الازواج النسب التاليه تمثل تناسبا. عندنا هو اول مثال عندنا حبيبي، هنضرب الستة الخمسة في 6 وهنضرب التلاتة في 10 ونشوف اللي هيطلع معانا. 5 في 6 بكام حبيبي؟ ب30، و3 في 10 ب30. طالما الضرب التبادلي طلع هو نفس الإجابة، أقول له إذا ممكن أكتب له كده في الأول 3 على 5 بتساوي 6 على 10، وأقول ده تمثل تناسبا أو يمثل تناسبا. مثال كمان نفس الكلام يا حبايبي، هضرب السبعة في 6 والاثنين في 14. برضك قلت لك لو انت مش حافظ هتستخدم الآلة جدول الضرب. دي 42 حبيبي ودي 28. هقول له إذن 2 على 7 لا يساوي 6 على 14، دي لا تمثل تناسبا. ماشي يا شباب؟ وهكذا المثال اللي بعده برضك مع بعض.
هنضرب ال5 في ال12 وال6 في ال10. شوف الإجابة. 5 في ال12 ب60 و6 في 10 ب60. هتقول له إذن 5 على 6 بتساوي 10 على ال12 وتمثل تناسبا. ناخد مثال كمان أخير على الجزئية دي برضك اهوت. هنضرب ال4 في 12 شباب، بعمل مقص تمام، وهضرب ال3 في ال20 واشوف الإجابة. 4 في 12 ب48 و3 في 20 ب60. هقول له إذن 3 على 4 لا تساوي 12 على 20 لا يمثل تناسبا. يبقى عشان لما يديني كسرين ويقول لي بيمثل تناسب ولا لأ، بعمل طريقة المقص عشان أعرف بيمثل تناسب ولا مش بيمثل تناسب. حبايبي شفنا التناسب ازاي بنحله، نسبة التناسب. طب عايز اثبت ازاي بقى اثبت التناسب بالطريقة البيانية. بيديك جدول، جدول طبعا ما بين الزمن والمسافة. طيب الجدول ده انت عايز ترسمه بياني، فحضرتك بتعمل الشبكة البيانية. الشبكة ايه؟ البيانية. تمام؟ فبتاخد الارقام اللي هي المفروض 1 2 3 اللي هو الزمن بتكتبه تحت، تكتب 1 2 3 وتاخد الارقام دي زي ما هي، زي ما مديها لك بالظبط، بتحطها على الشبكة. المسافة بتتكتب برأسي والزمن كتبناه افقي. فهكتب 6 اللي هو موجود هنا اهي، بعد كده ال 12 18. واحد يقول لي طب هنا يا مستر هنا صفر وصفر. حبيبي هنا بيبقى صفر زمن وصفر مسافة. طيب ببتدي احط النقط على الشبكة، بقول 1 و6 اطلع لل6، 2 اطلع لل12 واحط نقطة، 3 اطلع لل18 حسب الجدول، 4 اطلع لل24 واشد خط زي ما قدامكم يا شباب. طيب اعرف منين بقى ان هي متناسبة، الكميات دي متناسبة؟ قال لك شرطين بساط جدا. اول حاجة لازم تكون النقط كلها على خط مستقيم. طب النقط الحمد لله كلها على خط واحد، ما ينفعش في نقطة تبقى بره الخط، لازم النقط كلها بتاعت الجدول اللي انا حطيتها على الشبكة كلها على خط ايه؟ واحد. تاني شرط انها لازم تمر بنقطة الاصل اللي هي صفر وصفر اللي قلنا عليها دي. لازم الخط ده يمر بنقطة الاصل. يبقى عندي شرطين، المستقيم يمر بنقطة الاصل اللي هو صفر وصفر، وكمان كل النقاط تقع على خط ايه؟ مستقيم. لو خدنا مثال كده مع بعض نحلوه سوا نوضح بيه الكلام ده حبايبي. مثال بيقول لي ايه؟ حاول بنفسك مثل الجدول الآتي بيانيا وبين أي منهما يوضح تناسب بين المتغيرين. مديك جدول وعايز يعرف هل ده بيوضح تناسب ولا ما بيوضحش تناسب. طب هنعمل ايه؟ قلنا بنرسم الشبكة التربيعية. الزمن بنكتبه تحت افقي، فمثلا 1 اهو 2 3 بنفس الترتيب اللي هو مديهولك. والخط الرأسي بنحط القيم اللي هو اداها لك برضك زي ما هي 4 8 12 16 وتبتدي يا حبيبي توصل النقاط. هتقول 1 و4 الاول، تحط النقاط على الشبكه. طبعا حبيبي انا مستر ما بعرفش احط النقاط. بص يا حبيبي الرقم الاول ده اللي هو تحت بتطلع من عند الواحد لكام؟ للرقم اللي قصاده اللي هو 4 وحاطط نقطه. 2 تطلع لل8 قصادها 8، 3 تطلع لل12، 4 تطلع ل16. وطبعا بنوصل بايدينا. هلاقي ان النقاط كلها وقعت على خط مستقيم واحد. تمام؟ كمان مر بنقطة الايه؟ الاصل. فبقول له ده بيمثل تناسب. بيمثل ايه؟ تناسب. وقلنا لو النقاط في نقطة جت بره ما جاتش على نفس الخط يبقى ده لا يمثل تناسبا. تمام يا حبايبي؟ طيب خش على حاجة فكرة تانية جديدة. فهمنا احنا دلوقتي ازاي نعرف الكميات دي متناسبة ولا لا، سواء جبري او بياني. طيب عندنا في حاجة اسمها حل التناسب. يعني حل التناسب يقصد بحل التناسب ايجاد مجهول. طبعا انت عندك قيم التناسب 4 قلنا او 6، بس هو طبعا بيجيب لك 4 في الدرس، مش هيجيب لك ال6 ان شاء الله، لان ما ينفعش 6 هيبقى صعب شويه عليك وانت لسه في سنه اولى، هتاخدها قدام في السنين اللي جايه.
طيب بيجيب لي ايه؟ يعني ايه حل تناسب؟ حل التناسب مقصود بيه ان هو بيجيب لك مجهول، يعني يديك 3 قيم وواحده مجهوله فيهم، عايز اعرف المجهول ده بكام. زي هنا مثلا اكس، عايز اعرف الاكس دي بكام. هو نسبتين اصلا بيساووا بعض، هو قال لك حل التناسب، معناه ان خلاص النسبتين دول قد ايه؟ قد بعض. طيب احلها ازاي؟ بقى احلها بطريقه المقص، طريقه الايه؟ المقص. طب بعمل ايه؟ بالراحه كده ركز معايا. مين اللي مكتوب تحت؟ مين الاكس اهي اللي هي المجهول، هيتضرب في مين؟ في ال 12 المفروض، وال 21 هيتضرب في مين؟ في ال 16. فبنعمل ايه يا حبايبي؟ الطرف اللي فيه المجهول، الطرف اللي فيه المجهول بنزل الاكس الاول لوحدها، يعني الجنب الاكس دي بنزلها زي ما هي، واعمل مقص. اللي هيتضرب في الاكس بيتكتب تحت، اللي يتضرب في الاكس بيتكتب تحت، واللي ما يتضربش في الاكس بيتكتب فوق. يعني اكس هتضرب في ال 12، ال 12 اتكتبت تحت، و21 هضربها في 16. واحد برضك هيقول لي يا مستر انا مش هعرف اضرب الكلام ده. اقول لك على الاله حبيبي، ممكن تعملها ببساطه وسهوله جدا. ادي هنعمل شرطه الكسر وهنكتب فوق 21 في 16، هننزل تحت نكتب يا حبايبي 12 ونقول يساوي، هنلاقي الناتج يطلع معانا 28. تمام؟ طيب نشوف مثال تاني برضك نوضح بيه، مثال محلول، وبعد كده ناخد امثله احنا نحلها بايدينا. نفس الكلام، هعمل مقص. مين الطرف اللي فيه المجهول؟ اهو الاكس فوق اهي. الاكس دي هكتبها على جنب، اروح قايل يساوي واعمل شرطه كسر. اللي هيتضرب في الاكس هيتكتب تحت، واللي ما يتضربش في الاكس يتكتب فوق زي قدامنا. وبرضك اقول 4 في 15 ب 60، 60 على الخمسه فيها ال 12. حبيبي انت برضك نفس الكلام، مش قادر تعمل دي اعملها بالآلة. طب نشوف مثال كمان، مثال مش محلول مع بعض نحلوه سوا. هنعمل مقص، يلا ها حد يقول لي كده. الاكس اهيت دي هكتبها فين؟ تحت، اكتبها الاول اسف، بعد كده شرطة كسر. مين اللي هيتضرب في الاكس؟ الاثنين تتكتب تحت، و3 هضربها في 4. 3 في 4 طبعا ب 12، على الاثنين فيها كام؟ فيها الست. ما فيهاش مشكله، سهله وبسيطه. قلنا لو مش عارف تضرب استخدم الاله. طب نشوف مع بعض مثال كمان برضك اهو. الاكس اهي يا حبايبي، هقول اكس بيساوي، مين اللي هيتضرب في الاكس؟ الخمسه تتكتب تحت، و3 في 10 فوق. 3 في 10 طبعا ب 30، على الخمسه فيها الست. مثال اخر كمان، 5 اكس اهي يا حبيبي، هنكتب الاكس ونعمل شرطه كسر. اللي بيتضرب في الاكس بالمقص هو مين اللي هيتضرب في الاكس؟ الخمسه هتتكتب تحت، و6 اللي مش هيتضرب في الاكس بيتكتب فوق. 6 في 15 هيطلع معاك. لو ممكن نستخدم برضك، هقول لك طريقه الاله برضك عشان بعض الطلبه اللي ما بيعرفش هنستخدم الاله. هي طبعا 6 في 15 ب 90، 90 على الخمسه فيها 18. بص لي يا حبيبي اهو، برضك اللي ما يعرفش يضرب الاله موجوده. 6 في 15 على 5 والتك يساوي، هلاقيها 18. تمام يا شباب؟ ان شاء الله خير باذن الله. الرياضه سهله وبسيطه، رياضه اولى خفيفه جدا وسهله، وان شاء الله تبسطكم باذن الله. في افكار تانية برضك على الحل التناسب، نشوف مع بعض كده. بيقول لي 5 على اكس زائد 1 بيساوي نص، وعايز يعرف اكس بكام. قلنا بناخد اللي فيه المجهول، الجزء اللي فيه المجهول اهو، هو ده باخده على بعضه كله، بكتبه لوحده. تمام؟ وبعمل طريقه الايه؟ المقص. فبقول ايه؟ اكس زائد 1 بتساوي، اللي هيتضرب في الاكس اللي المجهول بيتكتب تحت اللي هو الواحد، و2 في 5 بكام يا حبايبي؟ ب10. يبقى كده اكس زائد 1 بيساوي كام؟ 10. بقت معادله، هبتدي احل المعادله، باخد العدد اللي ما فيهوش الاكس اللي هو الواحد، اوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فيروح سالب 1، لان هنا كان موجب. اللي يعدي اللي يساوي يا شباب، اي حاجه بتعدي اللي يساوي بتتغير اشارتها. تمام؟ طيب ودينا الواحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فبقت 10 ناقص 1 9. مثال خفيف وبسيط. نفس الكلام اهو. نشوف مثال تاني برضك يا شباب. اكس معاها رقم اهو، اكس ناقص 2. لو بصينا كده يا شباب مع بعض، اكس ناقص 2 قلنا ده هنكتبه لوحده.
ونعمل مقصه شباب. اللي هيتضرب في الاكس ناقص 2 هيتكتب تحت. مين اللي هيتضرب؟ الاثنين اهي هتنزل تحت، واللي مش هيتضرب هيتكتب فوق. هبتدي اشتغل، هحسب الجنب ده، شوف يطلع معايا بكام. 4 في 5، 4 في 5 على الاثنين هيطلع معايا حبايبي 20 على 2 فيها 10. يبقى اكس ناقص 2 بتساوي 10. بقت معادله. ابتدي اودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تروح موجب 2 عشان هي سالب تروح موجب. ف 10 و2 يبقوا كام؟ 12. طب مثال اهو، حاول كده بنفسك نشوف مع بعض نحله سوا يا شباب. ركز معايا، فين الجنب اللي فيه الاكس؟ اهو اكس ناقص 3. هنزله الاول اكس ناقص 3 وهيلي يساوي شرطه كسر. مين اللي هيتضرب في الاكس ناقص 3؟ الواحد. يبقى الواحد هنا، و2 في 6. 2 في 6 حبايبي بكام؟ ب 12 على الواحد فيها ال 12. بقت المعادله اكس ناقص 3 بتساوي 12. هودي الثلاثه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تبقى اكس بتساوي 12 زائد 3. راحت ليه زائد عشان كانت هنا ناقص شباب، يبقى الحل 15. مثال تاني يا شباب توضيحي بردك اهو. حل التناسب هنلاقي ان اكس زائد 5، اكس زائد 5 بتساوي، قلنا اللي هيتضرب في الاكس الكتب تحت اللي هو الثلاثه، و2 في 9 فوق. 2 في 9 حبايبي ب 18. 18 على الثلاثه فيها الست. بردك لو انت مش عارف معاك الاله الحاسبه ان شاء الله ممكن تستخدمها. اكس زائد 5 حبايبي، هنقول اكس زائد 5 بتساوي هنا 6. هنودي الخمسه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فهتروح سالب 5. فيبقى هنا الاكس بيساوي حبايبي 6 ناقص 5 1. دي الاجابه. معانا كده ملاحظه مهمه، بيقول لي اذا كان 2a بيساوي 3b. طب هو عايز طالب مني عايز a على b. a على ايه؟ على b. اعملها ازاي دي يا مستر a على b؟ قال لك بص حبيبي، انت خدت الايه على البي، ما ترجعش بايدك فاضيه، روح واخد الثلاثه على كام؟ على الاثنين. 3 على ايه؟ على الاثنين. او نقولها بطريقه ثانيه، الاثنين مضروبه في الايه، يبقى الاثنين تبقى ما تبقاش قصاد الايه، بحيث حضرتك حبيبي لو عملت مقص 3 تتضرب في البي و2 تتضرب في الايه عشان تتاكد ان انت صح. يبقى انا ايه على بي بتساوي 3 على 2. يعني مثلا خدنا مثال كده مع بعض تاني نوضح بيه. اقول لك 3 اكس بيساوي 4 واي. طب انا مستر عايز واي على اكس، هعمل ايه؟ واي على اكس. انت بدات بواي، رحت لمين؟ للاكس. ما ترجعش بايدك فاضيه، تاخد الثلاثه على كام؟ على 4. طب انا عايز اتاكد ان انا عملتها صح، اعمل مقص. لو لقيت الاربعه مضروبه في الواي والثلاثه مضروبه في الاكس يبقى انت كده عملتها صح. ماشي يا حبايبي، هناخد مثال على الخاصيه اللي احنا شرحناها دي. فلو قلنا اذا كان 12% من اكس بيساوي 16% من واي، اوجد اكس على واي. طيب هو قال لي 12% من اكس، يعني 12% اكس، هقول يساوي 16% من واي. طب انا عايز اكس، هو بيقول لي اوجد اكس على واي. اكس على واي اهو، ركز معايا. هروح اكس على ايه؟ على واي. انا بدات باكس ورحت للواي، ما ارجعش بايدي فاضي، اخد ال 16 على ال 12. طبعا علامه ال 100 تروح مع علامه ال 100، فيبقى 16 على 12. طب انا مستر ما بعرفش اختصر. بردك ادي الاليه يا حبيبي، هتكتب شرطه كسر عشان تحطها في ابسط صوره. 16 على 12 وتشوف الاجابه هتطلع لك 3 على كام؟ على 4. ناخد مثال تاني توضيحي للكلام ده. ندي مثال تاني اهو، ركز معايا يا حبيبي اهو. بيقول لي 51% من اكس بيساوي 35% من واي. طيب هو عايز ايه بقى؟ بردك اكس على واي، مفيش مشكله، ادي اكس ودي الواي يا مستر. هو بدا باكس يا مستر وراح للواي، ما رجعش بايدي فاضيه، يبقى 35. قلنا علامه ال 100 تروح مع علامه ال 100، يبقى 35 على 51. مستر ما بعرفش اختصر، الاله تشوف ليها اختصار ولا لا.
هتعمل شرطة كسر وهتكتب ال 35 يا حبيبي وتنزل تحت 51 والتك يساوي. هتلاقي ان ملهاش اختصار فهتسيبها زي ما هي، يبقى هتسيبها زي ما هي طالما مفيش اختصار ليها. ناخد بعض المسائل بقى اللفظيه بقى اللي هو ربط العلوم بالتناسب، مسائل من هذا النوع ومسائل سهله برضك ما فيهاش اي مشكله، خدتها قبل كده اتعرضت لها في المرحله الابتدائيه. مثلا بيقول لي يزن جسم على الارض 90 نيوتن اذا علمت ان وزنه على القمر 15 نيوتن، فكم يبلغ وزنه وزن الجسم اخر على القمر اذا كان وزنه على الارض 60. فبنكتب هنا الارض يا حبيبي الى القمر. الاولاني كان 90 على الارض تمام، وعلى القمر كام؟ 15. طب الثاني لو الجسم الثاني ما اعرفش على القمر كام فهنحط رموز له بالرمز اكس، وزنه على الارض هنحط 60 ونعمل مقص. نعمل مين اللي هيتضرب في الاكس؟ ال 90 تتكتب تحت، واللي ما يتضربش في الاكس يتكتب فوق، واحسبها بطريقه مبسطه وسهله وبسيطه ان شاء الله على الاله او بايديا. ماشي، نشوف مثال مع بعض تاني، مش مثال كده مش محلول مع بعض، نشوفه سوا. تستخدم سياره 1 لتر في لتر من البنزين لقطع مسافه 30 كيلومتر. ما هي كميه البنزين التي تحتاجها السياره لتقطع 120 كيلومتر اذا صارت بنفس المعدل؟ بص يا حبيبي هتعمل الاتي، هتكتب لتر الى المسافه. اللتر 1 كانت المسافه 30. طيب اداك ايه بقى؟ قال لك المسافه 120 وعايز يعرف كام لتر. هنعمل اكس ونعمل برضك ايه؟ مقص. فالاكس هنا هتساوي مين بقى حبايبي اللي هيتضرب في الاكس؟ ال 30 تحت و120 في 1 فوق، تطلع معاك الاله على الاله 4 لتر. 4 لتر. ناخد مثال كمان ماشي يا حبايبي ونشوف مثال تاني برضك. جرار زراعي يحرس 28 فدان في 4 ساعات، ما الوقت اللازم ليحرس 42 فدان؟ فحضرتك هتكتب هنا بقى ايه يا حبايبي؟ هتكتب هنا الوقت الى الفدان. 4 ساعات بيحرس 28 فدان. طيب 42 فدان عايز الوقت بتاعهم، فهنعمل هنا اكس وبرضك ونعمل مقص. اللي هيتضرب في الاكس هيتكتب تحت. مين اللي هيتضرب في الاكس؟ 28 وهنضرب 4 في 42. ممكن نختصرها او نستخدم الآلة مع بعض عشان نسهل على نفسنا. هنقول 4 في 42 ننزل تحت 28 ونساوي، هلاقي الناتج اكس بتطلع 6 ساعات. كده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس الاول اللي هو درس التناسب. في بعض هتلاقي في المذكره في بعض المسائل هنحلها برضك مع بعض على الدرس دهوت، نسترجعها سوا. نقول قبل ما نسترجعها نقول الدرس بس ملخص سريعا تاني عشان ما تنساش. يعني ايه تناسب؟ تناسب معناه في الرياضه تساوي نسبتين او معدلين على الاقل. النسبتين دول نسبه، قلنا يعني ايه نسبه في الاول؟ قلنا النسبه مقارنه ما بين حاجتين من نفس النوع وما يبقاش لها تمييز. اما المعدل مقارنه ما بين كميتين مش من نفس النوع. قلنا ازاي بالنسبه النسبه اعرف منين الكميات دي متناسبه ولا مش متناسبه؟ قلنا بنعمل بطريقه المقص وبنعمل طرفين في وسطين، لو طلع حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى الكميات دي متناسبه. بالنسبه للرسم البياني بعرف منين ان دي كميات متناسبه ولا لا؟ اول حاجه لازم يمر امثلها بيانيا بخط مستقيم يكون بيمر بنقطه الاصل وكل النقاط بتقع على نفس الخط. نشوف امثله كده مع بعض بقى. وقلنا حل التناسب معناه ايجاد قيمه المجهول، ايجاد قيمه المجهول. شوف كده حبيبي اول سؤال بيقول لي ايه؟ اختبر مفهومك. اي من النسب التاليه تكون مناسبه مع النسبه 16 على 64؟ طيب انا ممكن يا حبيبي اعملها بالاله. امسك 16 الاول، احط 16 دي في ابسط صوره 16، انزل تحت كام يا بابا؟ 64 والتك يساوي. هتطلع الاجابه كام؟ ربع، فاختار ربع، يبقى دي اللي بتساويها.
إذا كان إكس على 3 بيساوي 35 على 21. برضك ده سؤال اختيارات ممكن أحله على الآلة. أنا اللي هيتضرب في الإكس قلنا هيتكتب فين؟ تحت. فهنكتب إيه؟ ال 21 تحت، وفوق هنكتب 3 في 35 والتك يساوي. هتطلع معاه كام؟ فاختار الخمسة. السؤال رقم 3 بيقول لي يقطع وليد مسافة 320 كيلو متر في 2.5 ساعة، كم يحتاج من الوقت ليقطع مسافة 64 كيلو متر إذا سار بنفس المعدل؟ بنيجي كده على جنب حبايبي ونكتب المسافة إلى الزمن. حبايبي هو المسافة هنا 320 قطعها في 2.5، وعايز يعرف مسافة 46 هيقطعها في الزمن قد ايه. هنعمل مقص، قلنا نطلع قلتنا اللي هيتضرب في الاكس اللي هو 320 هيتكتب تحت، واللي مش هيتضرب في الاكس اللي هو المقص الثاني اللي هو 64 في 2.5 بيساوي نص ساعة. هيطلع الحل نص ساعة، نختار نص ساعة. اللي بعديها حبايبي السؤال اللي بعده، شوف مثال تاني بردك على الدرس مع بعض، اختيارات بردك. بيقول لي اكس على 15 بيساوي 2 على 5، فكم تساوي اكس زائد 4؟ الأول هجيب قيمة الاكس حبايبي، هعمل مقص عشان اجيب قيمة الاكس. فاكس هنا هتساوي، هضرب اللي هيتضرب في الاكس 5 يبقى 5 تحت، و2 في 15 فوق. هتطلع معاك الاكس بتساوي 2 في 15 ب 30 على 5 فيها 6. هتقول له إذا اكس زائد 4 بيساوي 6 زائد 4 بيساوي 10. يبقى الإجابة بتاعتنا 10. طيب بالنسبة لواجب الدرس، لو قلنا واجب على التناسب في المذكرة مع بعض كده شوية أمثلة بردك للدرس نستفيد ونزود معلوماتنا ونركز. بيقول لي 2 على 3 بيساوي مين في دول؟ طب أنا هنا هعرف منين؟ يا اما امسك، طبعا النسبه بتفضل قيمتها زي ما هي لو انا ضربت فوق وتحت في نفس العدد. يعني لو قلت 2 في 2 ب 4 و2 في 3 ب 6، 4 على 6 مش موجوده. لو ضربت في 3 فوق وتحت، هنا 2 في 3 ب 6 و3 في 3 ب 9، 6 على 9 مش موجوده. لو ضربت في 4، 4 في 3 ب 8 و4 ب 12، 4 في 2 ب 8 و4 في 3 ب 12 مش موجوده في الاختيارات. هاخد الخمسه، 5 في 2 ب 10 و5 في 3 ب 15. دي طريقه ان انا اقعد اضرب فوق وتحت في نفس الرقم لغايه لما اوصل. ممكن طريقه ثانيه، بدل ما اوجع في قلبي واعمل القصه ديت، ممكن امسك كل كسر زي مثلا 10، اول كسر هو عندي 10 على 15 والتك يساوي. لو طلع نفس الاجابه اللي فوق يبقى هو ده الاختيار الصحيح. بردك مثال هنا بيقول لي عايز اعرف قيمه الاكس، هعمل مقص. مين اللي هيتضرب في الاكس؟ الثلاثه، فالثلاثه هتتكتب تحت و2 في 9 فوق. 2 في 9 ب 18 على 3 فيها الست. السؤال اللي بعده نفس الكلام، هنعمل طريقه المقص. 3 في الاكس اهي بتساوي على جنب كده في الهامش، هضرب 3 في 35 على 21. مستر الآلة حبيبي 3 اهي، 3 في 35 على 21. طبعا هتطلع معاك الاكس بكام؟ ب5. الاكس هتطلع بكام يا حبايبي؟ ب5. اوعى طبعا هو الحمد لله مش كاتب لك في الاختيارات 5، لان المساله لسه ليها باقي. المساله جزئين، الجزء الاول هتجيب الاكس، طب الجزء الثاني هتعوض عن قيمه الاكس اللي انت جبتها. هتحط هنا الخمسه، 5 ناقص 1 4. السؤال اللي بعده بيقول لي 10 و15 وام و3 كميات متناسبه، اوجد قيمه ام. احنا خدنا في تعريف التناسب قلنا التناسب بيتكتب بطريقتين. طيب ما انا هاخد بالترتيب، طالما هم كميات متناسبه خدهم بالترتيب. اقول له 10
على 15 بيساوي ام على 3. خدوا بنفس ترتيبهم، 10 على 15 بيساوي، وبعد كده اروح اعمل طريقه الايه؟ المقص. او ممكن احلها بطريقه ثانيه، اقول 3 في 10 طرفين، حاصل ضرب الطرفين اللي هم دول ب 30، و5 في 15 في كام؟ يديك 30 في 2، هتبقى الاجابه 2. دي طريقه. او اعمل طريقه المقص اكملها، هقول ام بتساوي اللي هيتضرب في الام اللي هو مين؟ ال 15 تحت، و3 في 10 فوق. 3 في 10 ب 30 على 15 فيها الاثنين. مثال اخر يا شباب بيقول لي a على b بتساوي 5 على 3 على 5، وكانت الايه ب 12. يعني ايه الايه يعني حضرتك شيل الايه وحط مكانها 12. طيب هعمل مقص، يبقى البي عشان اجيبها هعمل مقص، هضرب اللي هيتضرب في البي 3 تحت و5 في 12 فوق. 5 في 12، 5 في 12 ب 60، 60 على 3 فيها ال 20. يبقى الاجابه حبايبي 20. السؤال اللي بعده بيقول لي اي من العلاقات المبينه في كل مما ياتي تمثل تناسب. قلنا عشان العلاقه البيانيه تمثل تناسب محتاج حاجتين موجودين في الرسم، ان المستقيم يكون بيمر بنقطه الاصل، ويكون خط مستقيم، ركز معايا ما يكونش منحني، والنقاط كلها بتقع على الخط. طيب لو بصينا لاول واحده مر بنقطه الاصل، مستر ما هو مر اهو، بس حبيبي ده منحني مش خط مستقيم. نبص هنا مستر اهو خط مستقيم بس ما مرش بنقطه الاصل. الرابع برضه خط مستقيم وما مرش بنقطه الاصل. الاجابه هي رقم ج. ليه رقم ج يا حبايبي؟ لان المستقيم مر بنقطه الاصل والنقاط كلها بتقع على خط واحد. مع بعض بعد كده هنشوف المثال رقم 7. بيقول لي اذا كانت قطعتان من الجبن تحتويان على 230 سعرا حراريا، مع عدد السعرات الحراريه في 5 قطع من الجبن من نفس النوع. عندي قطعتين من الجبن، خلي بالك من اللغه العربيه. اذا كانت قطعتان من الجبن تحتويان على 230 ما عدد السعرات الحراريه في 5 قطع من الجبن من نفس النوع. القطعتين عاملين 230، يعني هنا عدد القطع وهنا السعر. يبقى هو عايز في الخمسه يعملوا كام؟ اكس. هنا هنعمل ونعمل مقص، هنضرب 5. طبعا هنقولها تاني السؤال بالراحه كده. السؤال رقم 7 بيقول لي اذا كان قطعتين، يبقى هو اداك عدد القطع 2. عاملين كام القطعتين دول؟ 230 سعر. هو عايز طب الخمسه يبقى فيهم كام سعر؟ فهعمل ايه؟ هعمل مقص، هقول 2 واحط قصادها ال 230 و5، عايز اعرف اللي قصادها كام. هعمل مقص واشتغل بالاله، هكتب 2 شرطه كسر اهيت 5 في 230 على 2 عليها 575. الإجابة هتكون ج. أي من الأزواج التناسب الآتية لا يمثل تناسبا. يعني مين في الأزواج اللي قدامك دي مش بيمثل تناسب؟ فأنا بعمل إيه؟ بعمل مقص، بضرب 1 في 32 و8 في 4. 1 في 32 ب 32 و8 في 4 ب 32، يبقى ده يمثل تناسب. 1 في 80 ب 80 و5 في 12 5 في 16 ب 80 يمثل تناسب. 3 في 4 ب 12 2 في 9 ب 18 يبقى ده لا يمثل تناسب. دي هي الإجابة الصحيحة. عايز تكمل الثالثة مش محتاج انك تكمل الثالثة، لأن المفروض الاختيارات هي إجابة واحدة ما يبقاش أكتر من إجابة. هتضرب التسعة في ده وهتضرب التسعة في 42 وال 18 في 21. بس هي الإجابة طبعا هتبقى 3 على 2 9 على 4. وبكده حبايبي أبناء الطلبة الصف الأول الإعدادي بنكون إن شاء الله ربنا وفقنا إن إحنا لمينا لكم الدرس الأول كله بأفكاره، وإن شاء الله نتقابل في الدرس الثاني بإذن الله. بالتوفيق لكم جميعا بإذن الله تعالى.